عسلامة، مرحبا بكم من جديد في القناة متاعي. اليوم حبيت نوريكم كيفاش عملت محمصة تونسية مدبشة بالجديد. بحكم الطقس بارد برشا، ما ينفع فيها كان حاجة دافية تسخن. الور عملت محمصة كما قلت لكم. لهني اول حاجة بديت بها، خديت زيت، استعملت زيت زيتونة ما يعادل هكاك 5 ملاعق، مش برشا، ما كثرتش. ومن بعد زدت الجديد. بالنسبة للجديد متاعي مثلج، مستحسن يكون هكا الجديد متاعنا يبدا هيك نحطوا شويه زيت متاعه زاده، اما اني كما قلت لكم عندي معناه مثلج. قطعته وقليت الجديد مع الزيت شويه باش يسيب النكهه متاعه. ومن بعد لهني حطيت راس بصل مقطع مكعبات جويد، وحفنه حمص، وحفنه عدس، وملعقه من طماطم مركزه، ونصف ملعقه من الهروس. انا استعملت الهروس. بعد لهني زدت رشة من فلفل أسود، ملعقة صغيرة من راس حانوت، وملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من الملح. بالنسبة للملح هيك حسب الذوق، خاطر عنا الجديد مالح وعندي الهروس زاد مالح. حطيتهم الكل على الغاز وعودت معناها زدت قليتهم هذوك مع بعضهم. في الوقت هذاك حضرت زوز سفنارية كما تشوفوا، نقطعهم جويد سفناري، معناها مش جويد برشا اما بالحجم هذايا. والثوم متاعي بشرته. بو اني وقت قطعت البصل وحطيت الحمص وكل شيء مش في بالي الكاميرا تصور، يا اخي ما صورتش عليش اني ذكرتهم لكم. وان شاء الله تحت الفيديو زاده باش نكتب لكم معناها المقادير الكل. باهي لهني بشرت الثوم متاعي، ولهني زدت شويه من السلك. السلك ما نكثروش، حكيت 50 جرام هكاك بالنسبه للناس اللي تحب توزن، وبالنسبه للناس معناها ما تستعملش ميزان حكيت نقولوا 5 6 هيك ورقات متاع سلك، ما نكثروش من السلك. في الوقت هذاك عندي المي متاعي يفور يغلي، هذاك باش نمرق بيه من بعد. باهي لهني قريت البصل كما قلت لكم مع الحبوب، معناها الحمص والعدس والطماطم والفلفل والجديد متاعي. ومن بعد نحط عليهم السفنارية والسلك والثوم. اللي يحب يزيد لهني زاد كعبات جلبانة يزيد، أنا ما عنديش هكا علاش ما حطيتش. اللي يحب يزيد كعبات جلبانة يزيد، ما نكثروش الجلبانة حتى هي كحفنة ولا أقل من حفنة بشوية هيك، جوست نحطوا كعبات. هي اسمها مدبش على خاطر نحطوا فيها الحاجات هذوما، معناها نحطوا فيها الحمص والعدس والجلبانة. باهي لهني من بعد نحط نمرق بالمي سخون، ديما نمرقوا بالمي سخون، الماء الساخن ديما عندنا بحذنا كاسرونة فيها المي يغلي وقت نستحقوا نحطه. باهي لهني في نص التياب زدت البطاطا، كعبة بطاطا صغيرة، ما نكثروش البطاطا، جوست معناها كعبة صغيرة نقطعوها مكعبات، نقصها مكعبات صغار. ولهني المحمصة كيما قلت لكم في نص التياب، معناها تو الوقت تويكا معناها السفنارية متاعي بريسك طابت، والصوص متاعي حتى هي معناها عقدت شوي، بدأت تلبن معناها نقولوا بالدارجة. لهني نزيد المحمصة. بالنسبة للمحمصة تستعملوا، أنا استعملت 100 جرام هكاكا. الكمية هذه تكفي 3 أشخاص متاع كعائلة صغيرة. بالنسبة للناس اللي تكون عندهم عائلة ما أكبر يعملوا الدوبل والتريبل متاع المقادير اللي حطيتها. باهي لهني بعد ما نحط المحمصة متاعي ديما نحركوها في الأول باش ما تلصقش في بعضها، ما تتكتلش وتلصق في بعضها، ونغطاها ونخلوها تطيب. من الملاحظات المهمة اللي كان حسيته اللي خاطر المحمصة تشرب برشا الصوص مع المي متاعها هذاك، كان حسيتوها ناقصة مي. ديما كيما قلت لكم كسرونا بحذاكم على الغاز فيها مي يغلي نزيدوا شوية مي، ديما المي نزيدوه سخون يغلي، ما نزيدوش المي البارد باش ما نقولش راح يتميز معناها تفسد لنا معناها المحمصة متاعنا وما تجيناش هيك ملبنة وعاقدة والصوص متاعها معناها تكون بنينة. لهني في الاخر بعد ما طابت نحط قرن فلفل اخضر، اني ديما نخليها نقص طياب شويه، في الاخر نخليها نقص طياب شويه، نحط قرن الفلفل ونطفي ونخليها هي على قد ما تبقى، على قد ما تزيد تكمل الطيب معناها وتزيد تشرب بالصوص هذيك. هذه هي المحمصة متاعي بعد ما حضرت وطابت كما قلت لكم بنينه وتدفي ومحرحره. بطريقتي ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي جيم، واللي مش مشترك في القناة متاعي يعمل اشتراك، واللي عنده اي سؤال ولا ملاحظة ولا اقتراح يخليلي في كومنتير. ما تنسوش باش تبارتاجيو الفيديو
على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش باش تفعلوا الجرس باش كي نهبط فيديو يجيكم معناها نوتيفيكاسيون. وملتقانا في فيديوهات اخرين، والى اللقاء.